دي الأكلة بقى المفضلة عند معظم الناس، يعني قليل أوي اللي ما بيحبش الممبار. هنعمله النهاردة، هقولك على طريقة سهلة وبسيطة ليه، حتى التنظيف بتاعه برضو إن شاء الله هيبقى سهل. عملته النهاردة وعملت حبة سلطة جنبه، والعيش البلدي بتاعنا، والخلطة بتاعته الرهيبة. أحلى حاجة في الخلطة نعملها في دقايق، والحشو بتاعه برضو سهل وبسيط. الوصفة بتاعتنا كلها النهاردة إن شاء الله تعجبكم، وصفة سهلة وبسيطة وطعمها تحفة. قبل ما نبدأ كده الوصفة، صلى على الرسول. واتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة، ونسمي بسم الله كده ونشوف الممبار ده كده عملناه ازاي. جبت هنا عندي صينية، نزلت فيها بحوالي 3 بصلات مبشورين زي ما انتوا شايفين، 3 بصلات وسط كده مبشورين. نزلت عليهم بفلفل برضو، كل ده عاملاه في الكبة. فلفل اخضر على احمر، طبعا فلفل هنا اختياري، انا حاطه فلفل بارد على فلفل حامي. عليه حوالي 4 طماطمات كبار برضو مبشورين، كله برضو في الكبة. هنا دي طماطم كنت انا مفرزاها متسبكة، يعني حوالي زي ما انتوا شايفين كده مليت طبق من الطماطم المتسبكة، حوالي 3 أو 4 طماطمات من الطماطم المتسبكة. نزلت كده بيها عليهم. برضو الخضرة برضو انا عاملاها في الكبة، غسلاها وعاملاها برضو عاملاها في الكبة، بنزل كده بيها. هنا الرز ده حوالي كيلو وربع من الرز، غسلاه ومصفيه كويس. اهم حاجة نكون مصفين الرز كويس عشان الرز ينزل ويشرب من التتبيلة على طول اللي احنا عاملينها دي. نزلت بحوالي كوباية الا ربع من الزيت، انا استخدمت عامة الكوباية كلها، نزلت بس الاول بكوباية الا ربع وقلت اما اقلب كده واشوف، بس انا كملت الكوباية كلها. وطبعا كيس من الصلصة هنا اختياري، بس هو بيفرق بصراحة في اللون بتاع البومبار، بيبقى تحفة، بيدي الرز كده لون حلو قوي. نزلت بكيس صلصة. هنا عندي بقى البهارات، وكعبين من الماجي، فلفل اسمر معلقة صغيرة، من كل حاجة معلقة صغيرة. هنا رشة بسيطة من جوز الطيب، السبع بهارات، توم باودر وبصل باودر نص معلقة صغيرة من كل حاجة، بابريكا. باخد المكونات دي كده كلها مع بعض وبقلبها. افضل اقلب كده لغايه المكونات كده كلها ما تتبل مع بعضها كده. وطبعا الخلطه هنا مش هتلاقوا فيها ميه خالص. بعد ما بقلب كل المكونات كده مع بعض، بصوا انا قلبتها كويس، بصوا مفيش ميه في الخلطه خالص، هو ده اللي انا عايزاه. ريحه الخلطه اصلا كده تحفه. على فكره في ناس بتستخدم الخلطه دي للمحشي ورق العنب، بيعملوه بنفس الطريقه، الخلطه كلها ني في ني كده. بس بالنسبة للممبار دي أحسن طريقة للممبار. ده ممبار بقري، جبته وغسلته ونضفته كويس، ماشي، الملح والليمون والخل. هو بصراحة أسهل وصفة ليه هي السكينة واللي انت تكحتي بيها، يعني دي أضمن وأنضف يعني وصفة. جربت وصفات كتير بس بصراحة ما فيش أحسن من ان انت تجيبي السكينة وتكحتي فيها. الليمون بيدوب شوية مع الملح وحبة خل صغيرين، بس تسيبوش في الخل كتير، حبة صغيرين بس خالص عشان ما يتهريش منك. باجيبه زي ما انتم شايفين كده، باحط صباعين الاتنين كده فيه، بافتحه زي ما انتم شايفين. دي اسهل طريقه انا متعلماها من امي الله يرحمها. في ناس طبعا في كذا طريقه للحشو، بس دي الطريقه اللي انا متعلماها، دي بالنسبه لي سهله. وطبعا ما بملاش الممبار، حاجه بسيطه خالص. بصوا كده عشان ما يفرقعش مني اول ما يستوي. بجيب الممبار واروح فاتحاه كده من فوق زي ما انتم شايفين،
جربوا الطريقة دي، أسهل طريقة، يعني إن شاء الله بإذن الله تبقى سهلة بالنسبة لكم وفي ثواني. يعني أنا كنت عاملة تقريبا دول حوالي 2 كيلو ممبار، بياخدوا حوالي كيلو وربع من الرز مع بقية الخلطة اللي أنا وريتها لكم دلوقتي. طبعا الخضرة أنا مش حاطة مش حاطة بقدونس، أنا حاطة شبت وكزبرة بس. الخضرة شبت وكزبرة بس. بص الممبار مش مليان، مهوي خالص عشان لما يستوي براحته. هنا أنا خلصت، بصوا بياخد بالظبط سوا، يعني من نص ساعة لساعة إلا تلت. ده ممبار بقري صغير ما بياخدش سوا أساسا. هنا خلصت الكمية بتاعتي كده كلها. كنت طبعا محضرة الشوربة. نزلت زي ما انتوا شايفين بالبصل والطماطم والجزر ورق لورا، ملح وفلفل، مكعب من الماجي. الحاجات دي كلها بتطعم لي الشوربة بتاعتي. بنزل بقى بالممبار. بصوا نزلت الشوربة نضيفة ازاي. اول طبعا ما بنزل بالممبار المسام بتاعته بتقفل خالص، متقلقوش مش هيطلع الرز بتاعه، هيستوي براحته. كده كده احنا مش مالينه. يعني زي ما قلت لكم بياخد بالظبط من نص ساعة ل10 دقايق كمان، يعني ساعة الا تلت. بسيبه بقى على النار. هنا بعد ما طلعته، ريحته يا جماعة تحفة. لسه قبل ما احمره، هو ريحته بس كده تحفة. بشيل ورق اللورة. بكون طبعا محضرة الزيت وبقليه. مفيش دقايق في الزيت بيطلع بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. ريحته وطعمه يا جماعة اتمنى تجربوه وتقولوا رأيكم تحت في الكومنتات. ولو الوصفة عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم.